خزنيها بالطريقة دي هترتاحي كتير وهتوفري اكتر. لو اول مرة بتشوفوني انا رنا، ودي قناتي منوعات رنا رضا، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة. ويلا حالا نبدأ في فيديو النهاردة. بما ان الطماطم موجودة كتيرة في السوق، كمان سعرها رخيص جدا، وكمان اللي موجودة في السوق حاليا الطماطم الفلاحي زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، فبتكون افضل طماطم ممكن تخزنوها. فبقى لو انتوا عايزين تخزنوا طماطم فعلا تكون كويسة، فده انسب وقت ان انتوا تخزنوا فيه. جبت بقى الطماطم، شلت القمع الاخضر بتاعها، كمان فرست الطماطم اللي هي لونها اصفر اللي بيكون فاتح جامد ده، فما ينفعش طبعا في التخزين. انا لما جبت قفص الطماطم ده او صندوق الطماطم ده سبته بايت بره التلاجة يوم، بحيث لو في طماطم مخوصه او طماطم مصفرة شويه تبدا ان هي تحمر. اما بقى لما جيت افرزه ولقيت فيه طماطم صفرة جامد برضو لسه ما احمرتش قوي، فسبتها في حاجه كده على جنب، بلاستيكه كده على جنب، لما تحمر يعني براحتها يوم او يومين كمان، وبعد كده بقى ببدأ ان انا استخدمها في الطبيخ. فيديو النهارده بقى هخزن الطماطم بطريقتين. اول طريقه هي بتاخد مساحه شويه، لكن بصراحه بتكون زي الطماطم الفريش بالظبط، لما بتيجي تستعمليها بتكون بجد مش هتفريها ابدا ابدا عن الطماطم اللي هي الطازه او الطماطم اللي موجوده في السوق. بس للاسف هي بتاخد مساحه نوعا ما، يعني لو اي حد عنده فريزر مثلا مساحته كبيره او عنده مكان للتخزين مساحته كبيره يعمل الطريقه دي. لان الطريقه بقى اللي بعدها اللي انا هعملها معاكم بجد يعني مش بتاخد مساحه خالص، يعني ممكن يكون 100 كيلو من الطماطم تخزنوه في مكان وهم، مكان خيالي. مش هتصدقوا ان مثلا صندوقين طماطم او 3 صناديق طماطم دول ممكن تكونوا خزنتوهم في المساحه دي. فالمهم اخدت طبعا الطماطم غسلتها كويس قوي، وبدات اشيل القمع وقطعتها 4 قطع زي ما انتم شايفين، وهعبيها كده في اكياس، كل كيس على قد الطبخه. طبعا الطريقه دي بتكون زي الفريش بالظبط، مستحيل تقريها عنها. بتحطها في الفريزر، وقبل ما بتستعملها ب10 دقايق كده بتطلعها على رخامه المطبخ في شويه ميه، او ممكن بتحطها لو مستعجله على النار بس لمده دقيقتين كده في كوبايه ميه على النار، بتلاقوها في ثواني بقت جاهزه، وتضربوها في الخلاط وتستعملوها كانها طازه بالظبط. انا طبعا عملت كميه صغيره من دي، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم وهحطها في الفريزر، لكن انا عشان للاسف عندي مساحه الفريزر صغيره فعملت الطريقة التانية اللي هبدأ معاكم فيها حالا. بجد طريقة واحدة، فايا كان بقى اللي انتوا تحبوها، انا عرضت عليكم الطريقتين والطريقة اللي انتوا ترتاحوا فيها اكتر اعملوها. الطريقة التانية بقى اللي انتوا زي ما انتوا شايفين باقي قفص الطماطم او بقى باقي صندوق الطماطم، هعمله كله بنفس الطريقة دي، لانها مش بتاخد يا جماعة مساحة خالص، بتكون طماطم مركزة. عايزة اقول لكم معلقتين بس من الطماطم دي هتعمل لكم حلة طبيخ، ومش بتاخد اي مساحة في الفريزر. انت هتشوفوا معايا في نهاية الفيديو كل الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، يعني ضفتها في مكان حوالي 30 سنتي في 10 سنتي، يعني مكان صغير جدا. بدأت برضو ان انا اقطع القمع بتاعها، وطبعا مغسولة كويس قوي تحت الحنفية، وهقسمها نصين بس. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. كده الطماطم جاهزة معانا وما شاء الله تبارك الله، كمية كبيرة جدا. هتتزهروا في نهاية الفيديو لما تشوفيها الكمية دي كلها وصلت لايه. جبت بقى حلة كبيرة رفعتها على النار، وهبدأ انزل بكمية الطماطم كلها. شوف ده على فكرة الحلة دي اكبر حجم في الحلل الفلاحي، فما شاء الله مليانة، بس يا دوب بقى هتبدأ في الغليان هتشوفوا ان حجمها قل تقريبا للتلت. رفعتها كده بقى، هي محطوطة كده على نار عالية، وهضيف على الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها حوالي كوبايتين كبار بس من المية، لان كده كده هتنزل مية كتير. اول ما بدأت كده في الغليان عايزة اغليها غلوتين 3 بس، مش هسيبها تستوي ولا حاجة، ده يا دوب بس تغلي غلوتين 3 وخلاص. على كده زي ما انتوا شايفين كمية المية المهولة اللي نزلتها، ولسه كمان هتشوفوا المية اللي هتنزلها اكتر واكتر. بحاول بس اضغط عليها كده بالمغرفة بحيث ان الطماطم اللي عايم مع الوش دي ايه تحس بالحرارة. طبعا بفضل معليه النار عليها، مش بهدي النار خالص، عايزاها بس تغلي حوالي دقيقتين 3 دقايق بالكتير، يعني يا دوب بس كده تحس ان الطماطم دبلت ويبقى كده خلاص. هطفي النار وابدا اروح للمرحله اللي بعد كده. جبت هنا يعني اي حاجه بقى، بلاستيكه كبيره، مجور، اي حاجه موجوده عندك تكون غويطه بحيث ان هي تاخد الكميه كلها. وجبت عليها مصفى، لو ما عندكيش المصفى بتاعه المكرونه دي اي مصفى موجوده عندك، هي دي اللي كانت موجوده عندي فاستعملتها.
طبعا المفروض ان احنا بنبقى بنستنى على الطماطم لما تبرد، لكن للاسف اليوم ده انا كنت عايز اروح مشوار فكنت مستعجله فعملتها سخنه. فطبعا الافضل والاحسن كمان عشان ايديك وعشان الخلاط ان الطماطم تكون بارده. جبت بقى الخلاط بتاعي وجبت الاول المغرفه، لقيت المغرفه بتطلع ميه كتير، فجبت الصفايه اللي هي المصفى بتاع اللي احنا بنستخدم بقى بنطلع بقى الشيبسي، اي مصفى انتوا اكيد شايفينها قدامكم هتكونوا عارفينها، او مغرفه بقى اي حاجه موجوده. بس بصراحه الصفايه احسن بحيث ان انت تنشلي كده بيها الطماطم، فاللي يطلع مع الطماطم بس الميه اللي الطماطميه شرباها، يعني ما تاخديش طماطم كتير في الخلاط. عايزه اقول لك بقى ان في ثواني بتنضرب. بحط طبعا بضرب الطماطم واحطها كده في المصفى زي ما انتم شايفين الميه اللي منزلها ميه كتير. هبدأ بقى بما ان الطماطم على فكرة لسه سخنة مولعة، فهعملها كده بالمغرفة عشان ما تلسعش ايدي. وده كده كان شكلها. على فكرة دي مش كل الكمية، لسه في شوية كمان، بس لقيت ان البلاستيكة كده اتملت وحصلت المصفى. فطبعا لازم المصفى ما يكونش محصلة طماطم عشان تعرفي تصفيها من القشر ومن البذر اللي فيها. جبت بقى شرب نظيف او اي قطعه قماشه تكون نظيفه تكون شفافه شويه، يعني ما تكونش تقيله جامد. وبدات ان انا احط فيها الطماطم بالشكل ده كده واضغط عليها جامد واربطها كويس جدا. شايفين الميه اللي نزلت منها؟ ولسه هتنزل ميه كمان تاني. طبعا هي سخنه جدا وعماله بتطلع بخار مش متحكمه فيه. دي بقى كميه بقى الطماطم. بدات برضو ان انا اعملها كده بالمغرفه لحد ما البذر، شوفوا البذر والقشر اللي طلعته ده بقى هيترمي خلاص. اجيب بقى مصفى واحط فيها، لازم تكون حطاها في مصفى عشان الميه اللي تنزل تحت والميه ما تكونش ملمسه قاع المصفى. دول كانوا شويه اللي اتبقوا. وجبت برضو كده طرحه او اشار بيكون نظيف طبعا ويكون شفاف شويه ما يكونش تقيل جامد، واحطها برضو في مصفى. طبعا هنا حطها المصفى ملامسه البلاستيكه اللي فيها، يعني كده اي مره ميه هتصفى هتطلع فيها تاني. فجبت حاجه كده حطيتها تحت منها علشان تصفي الميه تحت. شوفوا بقى كميه الميه اللي خرجتها، يعني شفتوا الميه اللي في الحله وكمان نزلت ميه تاني. دلوقتي بقى شفتوا اللون، مفيش اي اضافه عليها، ما ضفتش اي شيء عليها خالص، لا بابريكا بقى ولا زيت ولا اي حاجه زي ما بنشوف في اي الفيديوهات. طريقه بسيطه واقتصاديه جدا. بصوا كميه الطماطم، يعتبر صندوق الطماطم كله اخدت منه بس الكيسين الصغيرين اللي شفتوهم في بدايه الفيديو. وده بقى الصندوق حوالي 30 40 كيلو طماطم عشان ما اكذبش يعني. معرفش بصراحه الوزن بتاعه كان قد ايه. طبعا بتسيبيها لما تبرد، واساسي بقى في الخطوه دي لازم تبرد، ما نحطهاش في الاكياس سخنه. بدأت احط كده الكيس في كوز او في كوبايه تكون غويطه شويه، وبالمغرفه واغرب بقى على قد الطبخه. طبعا هي مركزه قوي، فبصراحه يعني مش هستعملها كده لوحدها. فممكن اجيب مثلا طماطمتين فريش اضربهم في الخلاط واضيف عليهم معلقه. عايزه تعملي كميه الطبيخ كلها بنفس بالصلصه دي اللي احنا عملناها براحتك انت، بس انا عن نفسي بفضل لو طماطميتين اتنين بس ضربتهم في الخلاط وبعد كده حطيتي على الطبيخ معلقتين من الصلصه اللي احنا عملناها هتكون افضل واوفر كتير. او عايزه تطبخي الطبيخ كله بيها براحتك انت. طبعا عبيتها في الاكياس دي وهدخلها بقى الفريزر، تفضل بقى لسنه سنتين عندك ما يجرالهاش اي حاجه. شوفوا بقى الكميه اللي انا عملتها كلها اخدت قد ايه في الفريزر. يعني جزء بسيط جدا، وكمان بيكون طعمها حلو قوي في الطبيخ. انا قلت لكم الطريقتين والطريقه المناسبه ليكم اعملوها، بجد الاتنين افضل من بعض. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، وكمان تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. نلتقي ان شاء الله قريبا في فيديو اخر جديد ينول رضاكم. هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.